تفتكر ايه اكتر حاجة ممكن تضر طفل؟ الموبايل مش مجرد وسيلة تسلية. طيب ايه هي بقى اخطار الموبايل على الاطفال؟ خامس واهم واخطر حاجة، تفتكر ايه اكتر حاجة ممكن تضر طفلك؟ الاكل، اللعب في الشارع؟ بصراحة ولا ده ولا ده. الاخطر من كده بكتير هو الموبايل. الموبايل اللي في ايده دلوقتي، الموبايل مش مجرد وسيلة تسلية. طيب ايه هي بقى اخطار الموبايل على الاطفال؟ كمل معايا الفيديو ده للاخر عشان تعرف. اول حاجه ضعف النظر، يعني تلاقي الطفل قاعد وماسك الموبايل ومقرب قوي منه وتحس ان هو شويه وهيدخل الموبايل في عينه. تاني حاجه وهي العزله الاجتماعيه، يعني هتلاقي ان طول اليوم الطفل قاعد مع الموبايل عايش في عالم افتراضي، وده عزله عن كل العالم اللي بره. وده اللي ممكن يودينا لتالت حاجه اللي هي القلق والاكتئاب. يعني تلاقي الطفل كده لما تاخد منه الموبايل تحسه قاعد لوحده كده يا عيني، وحداني ومكتئب ومفيش حاجة بتفرحه غير ان هو ياخد الموبايل تاني. رابع حاجة وهي اضطرابات سلوكية وعدوانية، لان الطفل طول ما هو ماسك الموبايل ممكن يعدي عليه محتوى عدواني او محتوى عنف او محتوى فيه دم، وده ممكن يخليه عصبي دايما ويتصرف بتصرف عدواني. خامس واهم واخطر حاجة وهي تأخر نمو العقل وتأخر الكلام، وده لان الفص الامامي هو المسؤول عن كده بيتأثر قوي بالتليفون. طيب ازاي ده بيحصل بقى؟ الفص الامامي ده يعتبر هو المسؤول عن التخطيط واتخاذ القرارات والتفكير المنطقي والتحكم في المشاعر والتحكم في السلوك الاجتماعي والتحكم في اخلاق الطفل عامة يعني. واهم حاجة ان هو مسؤول عن التركيز والانتباه. فايه اللي بيحصل بقى؟ ان الطفل لما بيتولد الفص الامامي ده بيكون مش مكتمل النمو. طيب بيكتمل ازاي؟ بيكتمل على حسب المدخلات اللي بتدخل للطفل ده في مرحلة الطفولة او في مرحلة المراهقة. فما بالك بقى لما تكون كل المدخلات بالشكل ده؟ يعني الطفل طول اليوم بقى عمال يتنقل من فيديو للتاني ومن تطبيق للتاني، فده هيخليه مشتت دايما ومش عارف اصلا بعد كده ان هو يحدد اهدافه ويحدد اهتماماته. للأسف طالما كل المدخلات كده فلنا الله في أطفالنا. انت تعرف اصلا ان بره مصر عاملين حاجة اسمها فري فون سكولز، يعني مدارس ما فيهاش تليفون. طيب شوف هم بره وصلوا لايه وعارفين خطورة الموبايل ازاي. طبعا انت هتقول يا عم مستحيل الحاجة دي تتغير عندنا، دي حاجة اصلا ميؤوس منها. بس بصراحة لا، هي مش ميؤوس منها، هي بقت نمط حياة وانا متفق معاك في الحاجة دي، بس احنا نقدر نغيره بس لو احنا عاوزين كده. انا عارف ان حضرتك او حضرتك بتدوا الموبايل لاطفالكم عشان خاطر يبطلوا عياط ويبطلوا زن ويبطلوا دوشة على دماغكم، بس احب اقول لك ان صحة طفلك اهم من انك تريح دماغك. وافتكر ان ربنا هيحاسبك على الحاجة دي، وما تنساش ان شيرك هيفيد غيرك. والسلام.